النهاردة بقى عايزين نعمل حاجة سهلة وسريعة ومش مكلفة. هنعمل الجلاش بإذن الله، بس أهم حاجة تنسوش اللايك والتعليق وتعمل الفيديو يشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد من أصدقائكم. زي ما انتم شايفين هنجيب كوبايتين من السكر، مجين من الكبار، وهننزل عليهم بمج وربع من المية، وهننزل عليهم برشة من الفانيليا، وهننزل عليهم عصرة ليمونة. هنحط ليمونة كاملة زي ما انتوا شايفين كده. وهحط المكونات بتاعتي، انا بحب احط المكونات بتاعتي كلها، ما تخافيش مش هيحصل لها اي حاجه، ده هتطلع معاكي جميله جدا جدا. وبعد كده اخر حاجه هنزل بيها هي معلقه من الجلوكوز، لو ما عندكيش عادي ممكن تستغنى عنها، دي اختياري مش اجباري. وهبتدي اروح نازله احطهم على النار، بس قبل ما احطهم هديهم تقليبه كده زي ما انتم شايفين. وهنبتدي نخش على اللي بعدها. هنجيب لفه من الجلاش بالشكل اللي انتم شايفينه. انا جايباها كانت متلجه، سبتها لحد ما يعني فكت التلج كده براحتها، وبعد كده هنبتدي ان احنا نشتغل فيها زي ما انت شايفه كده. هنبتدي ان احنا نفردها وهنتعامل معاها بالراحه خالص علشان ما تتقطعش معانا، واللي هيتقطع برضو مش هنرميه ولا اي حاجه، لا هقولك هنعمله ازاي دلوقتي. زي ما انت شايفة احنا هنفك الواحدة، انا عايزاها يعني تفكيها كلها من بعضها، تكون الواحدة بوحدتها بالشكل اللي انت شايفاها ده. هقولك ليه ان احنا نفكها من بعضها. انا بحب اعمل الطريقة دي، بتبقى حلوة قوي وسهلة جدا جدا معايا. يعني بخلي كل واحدة لوحدها علشان اعرف انا بعمل كام واحدة وبحط كام واحدة على بعضهم. زي ما انت شايفه كده، بصي بتتفك معايا بكل سهوله، واللي بتتقطع معاكي برضو بتلفيها وتركنيها على جنب. وهنعملها برضو، اوعي ترمي اي حته خالص من الجلاش. زي ما انت شايفه انا عملتها بسم الله ما شاء الله، بس كل واحده لوحدها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ودي كانت اخر واحدة انتوا شايفينها مقطوعة ازاي، مقطوعة كذا قطع كده، هنستعملها. اوعي ترميها ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة انا خليتها كلها واحدة بوحدتها، وطبعا هتلفيها في فوطة او قماشة علشان خاطر ما تنشفش منك. وهكون مجهزة معايا ربع كوباية سمنة على ربع كوباية زيت. عايزة تستغنى عن السمنة خالص وما عندكيش سمنة، ممكن تستعملي الزيت برضو، بتطلع الوصفة حلوة. بس يا ريت لو تحطي فيها سمنة برضو، السمنة بتبقى فيها جميلة الصراحة. هنبتدي بقى نجيب اول واحده معانا زي ما انتم شايفين، بس اهم حاجه تكون سليمه ما تكونش مقطعه. اول راق لازم يتحط لازم يكون سليم، ما يكونش مقطع خالص. هنبتدي بقى ان احنا ندهنها بالسمنه زي ما انت شايفه كده. هي بس اتقطعت معايا وانا بدهن في السمنه بس، عادي مش هيحصل لها اي حاجه. المهم ان هي كلها سليمه مش مقطوعه خالص زي ما انت شايفه بالشكل ده. وهنروح جايبين بقى واحده كمان اهي، دي المقطوعه اللي انا كنت بقول لكم عليها، بروح حطها فوقيها. وزي ما انتم شايفين بص هي مقطعه خالص، دي كانت واحده مقطعه مني خالص بالشكل، فردتها بالشكل ده عليها، وهروح نازله عليها بدهنه سمنه او زيت من فوق برضو كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنبتدي نجيب اللي بعضها على طول. زي ما انتم شايفين ده تالت راق احطه، تالت راق، ركزوا معايا شويه، انا حطيت اتنين وده تالت واحد. بصي بيتفرد معايا بكل سهوله، ولا هتتقطع معاكي ولا اي حاجه، وهتبقى بصي يعني براحتك وانت بتعمليها، ومش هتاخد معاكي 10 دقايق على بعض ان انت تعمليها. بديها دهنه سمنه كده سريعه، وهجيب اللي بعضها برضو ونروح حاطينها كده. دي كانت رابع واحدة انا حطيتها، مش هنحط تاني، انا بحط 4 زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا بحط 4 رقات، والراق المقطوع بتحطيه في النص، بتحط الراق المقطوع في النص زي ما انت شايفة كده. بتديها دهنة سمنة وخلاص على كده. وبنبتدي بقى ان احنا نلمها، بس اهم حاجة ان انت تدخلي السمنة في كل حتة فيها. لو انت عايزاها فعلا تكون مظبوطة معاكي زي ما انت ما بتشتريها، بقيس كده بالعقلة بتاعت صباعي، ان هي باخد اول عقلة بس، وببتدي ان انا المها بالشكل ده. ركزي كويس جدا في الطريقه دي حلوه قوي قوي، ومش هتعملي الجلاش غير بيها. لو هتعمليها محشيه اعمليها بنفس الطريقه برضه، هتطلع معاكي جميله جدا جدا. وهتلاقيها بصي كل راق لوحده كده. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتنا، هروح دهناها دهنة زيت او سمنة، وهبتدي اروح حاطه فيها، وهعمل بقى نفس الكميه كلها بالشكل ده.
عايزه اقول لكم ان هي بسم الله ما شاء الله طلعت معايا جميله، وما كملتش والله العظيم، عندي يومين وخلصت بسم الله ما شاء الله. خلاص كده خلصناها، وبكده خلصناها زي ما انتم شايفين. وانا بديها حاجة بسيطة كده من السمنة فوق، بدهنها دهنة سمنة. دي برضو عايزة تعمليها، دي اختياري برضو مش اجباري، عايزة تسيبيها كده عادي. مش عايزة تحطي عليها تروحي بس مديها دهنة كده. وبنبتدي بقى ان احنا نقطعها وهي نية بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعملها شكل المثلث. بص شكل المثلث سهل جدا جدا ان انت تعمليه، والله ما هياخد في ايدك ثانية، وهتكوني مجهزة احلى صينية جلاش زي ما انت شايفة بالشكل ده. بصي الشكل تحفة. زي ما انت شايفين خلاص كده احنا قطعنا الصينية كلها بتاعتنا. طبعا شكل المثلث تحفة، شكله تحفة. بنحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 من تحت الاول، ماشي. بتولعي من تحت بس الفرن، واول ما تلاقيها تلاحظ ان هي اخدت لون بتروحي على طول مولعه اللي فوق. يعني ممكن تولعي اللي فوق بعضيها على طول اول ما تاخد لون، او ممكن تولعي من فوق ومن تحت. بس تخلي بالك كويس جدا لو الناس كمان اللي الفرن بتاعها حامي. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله طلعت من الفرن، الله اكبر عليها. طبعا الشربات بتاعي بقى جاهز، بس طبعا انا سيبته يبرد براحته خالص عشان انا عايزاه بارد. لكن عايزه الجلاش يكون سخن، يكون لسه طالع من الفرن، وتروحي نازله عليه بالشربات بتاعه بالشكل ده. بصي هيروح على طول. بيكون لازما تكون حاجه سخنه، يا الشربات يا البتاع بسم الله الرحمن الرحيم، معلش، الجلاش. بس انا بحب اكون مطلعه الجلاش لسه من الفرن واروح على طول نازله بالعسل يكون بارد. شايفين بسم الله ما شاء الله، والقرمشه بتاعتها الله اكبر عليها. بصي وتيجي تفتحيها كده، بصي كل واحده بوحدتها كده، ولا متعجنه ولا اي حاجه، ناشفه وبسم الله ما شاء الله. هتقولي لي عسل كتير، بس انا بعشق حاجه اسمها كده. انا بحب الحاجه قوي تكون يعني فيها العسل بتاعها كده، يكون ماليه العسل بتاعها. زي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله طلعت معانا جميله. ولو وصلت معايا الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك حلو، وتقولوا رايكم في التعليقات. واشوفكم في فيديو في امان الله.